في الإسماعيلية أعلنت كلية التمريض بجامعة قناة السويس عن فتح باب التسجيل لبرامج الدراسات العليا، وذلك في إطار سعيها لتعزيز جودة الرعاية الصحية وتطوير الكوادر في مختلف التخصصات. يتضمن الإعلان بدء القبول ببرنامج الماجستير المهني في إدارة المستشفيات والمخصص لخريجي الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والتجارة والحاسبات والمعلومات، على أن يشترط الحصول على تقدير جيد كحد أدنى. وأوضحت الدكتورة إيناس عبد الله عميد الكلية أنه تم فتح باب التقدم لبرنامج الدبلوم المهني في مكافحة العدوى لمدة عام جامعي كامل بنظام الساعات المعتمدة. كلية التمريض جامعة قناة السويس إحدى كليات التمريض على مستوى الجمهورية اللي بنقبل فيها الطلاب الحقيقة بأعداد كبيرة، ودايما مكتب التنسيق يعني بيجيب لنا طلاب يلتحقوا بالكلية، والأعداد متزايدة الحقيقة لأن في إقبال على العمل بالمهنة التمريض. فرصة العمل بالنسبة لطلاب أو بالنسبة لخريجين كلية التمريض مفتوحة على مصراعية في جميع الأماكن، سواء داخل الجمهورية أو خارج الجمهورية، سواء في عمليات التدريسية في المعاهد والكليات أو سواء في المستشفيات. في القطاع الصحي عموما مطلوبين جدا، وده يمكن هو اللي بيدي ثقة للكلية وإقبال عالي من الطلاب. والحمد لله يعني احنا بنعتبر من المجاميع العالية اللي بتقبل، أو الطلاب بيجوا من مجاميع عالية بيقبلوا عندنا في الكلية. كلية التمريض جامعة قناة السويس أنشئت 2006، وبدأت الدراسة فيها في نفس العام اللي تم أو اتعمل لها القرار الإنشاء. ولحد الآن الحمد لله احنا بنتوسع في الكلية وبنتوسع في البرامج المميزة والخاصة التابعة للكلية. يعني عندنا غير البرنامج التقليدي عندنا برامج مميزة زي البرنامج التخصصي في التمريض، وعندنا البرنامج المكثف اللي خريجين الكليات الأخرى. وده كله بيدي مساحة كبيرة جدا إن يكون عندنا عدد كبير من الخريجين نفيد بيهم المجتمع ونفيد بيهم يعني محافظة إسماعيلية أو محافظات الجمهورية كلها، لأن عادي جدا إن هم يتخرجوا من عندنا ويشتغلوا في أي مكان في الجمهورية. بالإضافة لكده عندنا دراسات عليا للطلاب اللي عايزين يثقلوا تخصصهم أو يحصلوا على تخصص ويكون هو ده مكان العمل بالنسبة لهم. عندنا في جميع التخصصات أو الأقسام العلمية بالكلية في دراسات عليا، سواء مستوى الماجستير أو الدكتوراه، أو كمان عندنا دبلومات مهنية. عندنا 6 تخصصات: تخصص التمريض الباطني والجراحي، تخصص تمريض الأطفال، تمريض أمراض النساء والتوليد، إدارة التمريض، التمريض النفسي والصحة العقلية، وتمريض صحة الأسرة والمجتمع. ال6 تخصصات ليهم أو بنفتح لهم الدراسة للماجستير والدكتوراه. يعني بيبقى عندنا المعيدين بتوعنا بيبداوا ان هم طبعا بيسجلوا، بالاضافه للطلاب الاكسترنال من الخارج بنرحب بيهم طبعا ان هم يجوا ياخدوا تخصص. في بعض الطلاب بيحبوا ان هم يعني يتخصصوا بالدبلومات المهنيه، بيكتفوا بيها على اساس ان هي مدتها قصيره، وفي نفس الوقت بتديهم تخصص وبتنفعهم في شغلهم العملي داخل المستشفيات. او كتير برضو بيحبوا ان هم يسافروا بره خارج مصر بالتخصص، مش بس بالبرنامج العام اللي هم متخرجين عليه. الطلبة عندنا بيجوا من المرحلة الأولى والمرحلة الثانية ومجامعهم عالية جدا. في بعض الطلبة بيجوا كانوا عايزين كليات تانية، لكن ما بيجوا هنا الكلية بيجوا في أول سنة أوقات بيبقى يعني مش مبسوطين، مش حابين المكان، لكن أول ما بيعدوا الترم الأول والترم الثاني خلاص كل حاجة بتبقى جميلة، وإحنا كمان بنشجعهم. أنشطة الكلية كلها يعني مشجعة للطلبة. عندنا إرشاد أكاديمي، عندنا أنشطة رعاية شباب، رعاية طلاب،
الدكاترة نفسهم بيساعدوا الطلبة في كل حاجة، فتلاقيه الطالب خلاص عدى أول ترم، الترم التاني خلاص بقى مش عايز يمشي، بقى حابب المكان، وفعلا بيجيبوا درجات كويسة، ومحدش بيسقط إلا اللي ما بيحضرش، لكن مجامعهم بتبقى عالية جدا. يكفي إن في مجال العمل كويس جدا، هيلاقي وظيفة، هيخدم المجتمع، بيقدم، احنا عندنا أنشطة كتيرة بتحبب الطلبة في الشغل، فدي بتخليهم يحبوا المكان بعد كده إن شاء الله.